الفرق بين الأم الأجنبية والأم المصرية لما ابنها يكون تعبان. ايه ده ميصان، ايه ده في ايه ده يا حماده؟ انت بتكح ليه يا حماده؟ خد يا حماده، خد يا حبيبي الكمامه دي يا حبيبي، البسها يا بابا، البسها وتنزل على طول على الهوسبيتال اللي تحت البيت ده تعمل التحاليل وتيجي تطمنا عليك يا ميصان. نو ماي ماذر، انا كنت بشرب ووتر فشنقت مش اكتر. نو ميصان، كحه سخونه يبقى لازم تروح تعمل تحاليل في الهوسبيتال، انا قلقان عليك يا ميصان. اوكي ماي ماذر، سوف اذهب الان الى المستشفى، سوف اعمل التحاليل واجي. ثانك يو ماي ماذر على خوفك عليا. نو ثانك على الهوم ورك يا حبيبي، لا شكر على واجب ميصان. الأم المصرية يلا يا حماده قوم كده اعمل لك كوبايه ليمون. يا عم اسمع مني، كوبايه ليمون مغلي مع حبايه بنادول، تاخدهم من هنا وتخش تتغطى تتدفى في البطانيه كده، تتدفى تحت البطانيه، هتصحى الصبح زي القصار. كوبايه ليمون ايه يا حاجه؟ كوبايه ليمون ايه يا حاجه اللي انت بتقولوا عليها؟ عمل المسحه وعمل التحاليل طلع عنده كورونا يا حاجه. يا عم اسمع مني، كوبايه ليمون مع حبايه بنادول وهيخش يتكلف تحت البطانيه، بكره الصبح هيقوم زي الحصان وتقول امي قالت. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما يصلي بالكح. ثانك يو على خوفك. اسمع مني، كوبايه ليمون ثانك يو على خوفك.